جالك حماس 3 الفجر وقلت هقوم اغير حياتي بس فشلت. تشرب سجاير فقمت رامي علبه السجاير كلها. بتلعب لعبه اونلاين فقمت ماسحها. مشكله انك بتلعب اللعبه الغلط مع عقلك. التغيير الحقيقي هيبدا من عندك انت مش من عند عاداتك. يعني عامل نفسك كويس، اهتم بيها، احترمها. غير انك تهتم بنفسك، انك تحس ان نفسك تستحق الاهتمام بجد بيعمل مفعول السحر. لان مع الوقت انت بتبتدي تبطل الحاجات اللي بتاذي نفسك اللي انت مش عارف تبطلها دلوقتي. اوضتك، الكمبيوتر بتاعك، موبايلك، كل الحاجات دي محتاجه تنضف. كل ما تفتح تلاقي الكمبيوتر بتاعك عليه فايلز كتير، كل ده هيفضل بيزرع في عقلك اللاواعي ان في حاجات وراك مع ان الحاجات دي اصغر مما يكون. بس لو القعده هتجيب لك كسل مش طاقه. ما بتمشيش كده مع جسمك، لان جسمك هيديك اللي انت محتاجه بالظبط. انت قاعد دايما، طب انا هديك الطاقه اللي انت محتاجها للقعده دايما. انت تتمرن وبتتحرك، طب انا هديك طاقه تصد مع اللي انت بتعمله معايا. العلم بيطرد الجهل. كل ما تتعلم ولو حتى 5 دقايق كل يوم او صفحتين كل يوم، عقليتك وثقافتك هتتغير تماما. المره دي خطط صح وانا اديتك المفاتيح. مش خطط كبيره وتوقعات عاليه لما ما تحصلش تقع تاني وتنتكس اكتر من الاول. قليل دائم خير من كثير منقطع.